كان يحيى شاباً يعشق البحر وأسراره، وكان دائم البحث عن المغامرة والاكتشاف. في يوم من الأيام قرر يحيى أن يخوض تجربة لم يسبق له مثيلها: الغوص إلى أعماق البحر الغامضة بحثاً عن كنز قيل إنه مدفون هناك منذ قرون. جمع يحيى معداته الكاملة وقلبه المليء بالشجاعة والشغف لمعرفة المزيد من أسرار أعماق البحر. انطلق يحيى في رحلته نحو الأعماق. كلما هبط أكثر كانت الأضواء تخفت حوله حتى أصبح الظلام يحيط به من كل جانب، لكنه لم يخف، فقد كانت روح المغامرة تقوده. فجأة وجد نفسه في واد تحت الماء مليء بالشعاب المرجانية الملونة والأسماك النادرة التي لم يرها من قبل. وهناك بين الصخور العملاقة لمح بريقاً خافتاً يشير إلى مكان الكنز. بعد جهد جهيد وصل يحيى إلى الصندوق العتيق وفتحه ليجد داخله ليس ذهباً أو جواهر، بل مخطوطات قديمة تحمل حكمة الأجداد وأسرار الحياة تحت الماء. أدرك يحيى أن الكنز الحقيقي لم يكن في الماديات، بل في الحكمة والمعرفة التي ستغير نظرته للعالم إلى الأبد. وهكذا عاد يحيى إلى السطح حاملاً معه كنزاً أثمن من كل الذهب، كنز المعرفة والاكتشاف. عاد يحيى إلى قريته حيث كان الجميع في انتظاره بفارغ الصبر، وقد أصبح حديث الساعة بين الأهالي، فقد عاد ليس فقط بقصص مذهلة عن الأعماق، بل وأيضاً بمخطوطات تحمل أسراراً عظيمة. شارك يحيى معرفته مع الجميع، مما أثرى ثقافة القرية وألهم الشباب لاستكشاف العالم. في الأيام التالية أصبح يحيى يقضي وقته في دراسة الخرائط القديمة والكتب النادرة، محاولاً فهم الرسائل التي تركها البحارة القدماء. ومع كل سر اكتشفه كان يشعر بأنه يقترب أكثر من فهم العالم من حوله. وفي إحدى ليالي القمر الباهرة وجد يحيى نفسه مرة أخرى على شاطئ البحر ينظر إلى الأفق البعيد، وهناك تحت ضوء النجوم الساطع أدرك أن الكنز الحقيقي لم يكن أبداً تحت الماء، بل كان داخله طوال الوقت، كنز الشغف والإصرار والحلم الذي لا ينتهي. وهكذا تحول يحيى من غواص يبحث عن الكنوز المادية إلى مستكشف لأغوار الروح والعقل، وأصبح مثالاً يحتذى به في مجتمعه، يعلم الأجيال القادمة أن الثروة الحقيقية تكمن في المعرفة والاكتشاف والسعي وراء الأحلام. انتهت القصة يا رفاق، ولكن لم تنتهي الحكايات. أراكم لاحقاً، دمتم بخير يا أبطال، ولا تنسوا دعمنا عن طريق الاشتراك في القناة، ولا تنسوا شكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.